السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطوا لايك والاشتراك. ليش حطوا لايك والاشتراك كذا بسرعة؟ 70 جنيه 70 جنيه 70 جنيه 70 جنيه. يب يا اخوان، اليوم مقطعنا عن الفوفو بوي. مقاطع هذا الادمي صارت مقرفه بشكل مو طبيعي. اذا حسيت بالحزن وشفت ان حياتك سيئه جدا، ادخل حسابه وشوف مقاطع وتقول الحمد لله والشكر على حالتي السيئه هذه. اذا تبي تعرف اذا انت ابتلاء في حياتك، شوف حياه هذا الادمي وطابقها مع حياتك، كذا نفس الحياه وكذا نفس يعني نفس المشاكل. اعرف ان انت في ابتلاء عظيم. يعني بعد ما تشوف المقطع راح تعرفون قصدي شنو، يعني لان الوضع ما هو طبيعي. الوضع صار مقرف لدرجه يعني ممكن تشوف مقاطع بدون ما تشوفها. يعني ما ادري شلون اوصف مدى سوء المقاطع اللي بوريكم اياها اليوم. راح استعمل هذا الرياكشن كثير اليوم. نو 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 اولا اذا قاعد تاكل لو سمحت اخلي الاكل على جنب لانه بتشوف شيء قرف الصراحه. يب لهذه الدرجه هو انسان صح لكنه قرف. بسم الله خلونا نعذب نفسنا شوي. 여보 너무 사랑해요. 나 진짜 진짜? 진짜 사랑해요. 진짜 사랑해요. 네네 또 사랑해요. 자기야 자기야 사랑해요. 자기야 안녕하세요. 오샤다 봐. 입 다물러. 예쁘다. بعيدا عن الكرنج اللي صار قبل شوي، لكن انا غبشت على البنت عشان ما تتقرفون. مو بعشان الذنوب، لا استغفر الله، يعني طبعا عشان الذنوب، بس السبب الاكبر عشان ما تتقرفون من الوجه اللي بتشوفونه. يعني مع احترامي للجميع، الولد هذا اللي على اليسار هو المشكله، يعني هو المستهدف. فاللي قاعد يسويه انه يصور مع بنت ما يعرفها، وهذا الشيء يعتبر عادي عندهم. انا ما ادري الصراحه، ما ادري، ما اتوقع انه في الاسلام هذا يعتبر شيء عادي. فعندهم هم يمكن هم مسيحيين، لكن هو قال انا اعرف ربنا كويس واهلي متدينين. فاذا اهلك متدين وتعرف ربك كويس ما راح تسوي هذا الشيء. يا ايش اسميه هذا؟ ما اعرف اسمه. فما ما ادري خلينا نسميه معتوه. بعدين شنو ديانة امك انت؟ كيف انا واصحابي واصحابك بنات؟ يعني شلون اصحابك بنات؟ فهمني. التصرفات في المقطع كانت يعني هو انثى اكثر من انثى اللي جنب. يا اكثر الناس اللي نصحتك في تعليقات، يا اكثر الناس اللي نزلوا عليك مقاطع في اليوتيوب ينصحوك، لكن ما جابك وقاعد تزيد تنزل مقاطع اكثر مع البنات، تسوي اشياء كثيره مشكوك في امرها. فيعني انت تميل لهذا الشيء. انا اللي قاعد اشوف المقاطع كأنك تميل لهذا الشيء، تميل للانوثه. واذا توك ما صرت فوفو بوي وتشوف نفسك انت مو فوفو بوي، فانت في الطريق الحين، تراجع قبل لا يفوت الاوان. بعدين ما يفيدك يا ليتني قدمته لحياتي. فالناس اللي حولك وتشوفك تعرفك اكثر من نفسك. نفس سالفه الريح، انت تقدر تشم نفسك انك ريحتك خايسه؟ لا، الناس اللي حولك تشمها. والطيب اللي يبيلك الخير هو اللي راح يقول لك ريحتك خايسه. انا ما قاعد اقول لك الحين ريحتك خايسه، لكن يعني عرفت كيف؟ هذا مثال يعني. واذا ريحتك خايسه روح تسبح يرحم والديك، انه واضح من المقطع انه معرق وحالتك سيئه. مثل ما تشوف قاعد انصحك وابيلك الخير، ابيك تميل للطريق الزين، ما تميل للطريق السيء اللي ما حد يحبه وما حد يتقبله. طب انا اغني زق، فقررت اني اغني بابا تليفون. بابا تليفون كل موت، بابا تليفون كل موت، بابا يقلك كل موت، لا 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 لا. مثل ما تشوفون قاعد ينتظر أميرة بعد 3 ساعات. يقول أن بعد 3 ساعات راح يطلع أميرنا. مين هو أميرة؟ ما حد يدري، بيكون جنقوق ولا بنقنتون. أنا شعلق بعد كذا، يعني شعلق شقول، والله شقول، يعني من جد شقول. والله فريقنا نقص يا عيال، فريقنا نقص بشكل كبير. يعني ماسك لي دمية وردية مدري حمراء وقاعد تقول أميرنا راح يجي، أميرنا راح يجي، هي مبسوط، يعني مبسوط بوضعك هذا. يعني قل لي بالله مبسوط انت بوضعك هذا؟ يرحم والديك، يرحم والديك. ارجع شوف لك شيء تسويه ثاني غير الكوريين والكيبوب. ترى الكوريين والكيبوب ودوك للطريق هذا، يعني يرحم والديك. الزق اللي فوق هذا الشغل يرحم اهلك. يعني وصلوا الصراحه لمرحله الخضوع، صاروا خاضعين للكوريين التافين ذولي اللي ما عندهم دين. تخضع لشخص ما عنده دين، ما عنده حياه، وتسوي اي شيء يبيه وكذا. امير وتقعد تقدس فيه. يعني اقسم بالله انتوا وصلتوا مرحله غريبه جدا وتخوف. هاي، ايه الاخبار؟ جيسو بصراحه النهارده كسرتي الدنيا على المسرح بجد. I like your performance and I like your outfit بجد. تسلمي لي بجد. ممكن اعرف عملتي الكوسبلاي بتاعك بكام؟ كله كله بجد جامد جدا. 500 جنيه بجد؟ لا والله بجد رخيص جدا. تمام، بس حلوه الايد. يلا اعملي حركه جيسو، يلا
تمام. شكرا ليكي بجد. يوب تطور الوضع، صار يصور بنات شبه عاريات حرفيا، ويقول انا اعرف ديني واعرف ربنا كويس. انت اي رب تعرف يرحم والديك؟ اي رب تعرف؟ وين غض البصر؟ وين الستر وانت قاعد تصور وتجاهر بالمعصيه قدام الكل؟ ليش تسوي كذا يا اخي؟ تعرفون العيال ذولي يجتمعون كذا بمثل بارتي ويشغلون اغاني كيبوب، هيا كينج جونجون، ويشجعونهم كينج جونجون كينج جونجون كينج جونجون، وما يدري عنهم كينج جونجون ذا، ولا يدري عنهم جون قنقوق ولا بيجي هوب ولا مين. ما حد يدري عنك، ما حد يدري عن غير ربك. ربك الوحيد اللي قاعد يشوفك، واحنا المساكين اللي قاعدين نشوف ونتقرب. انا ما ادري الصراحه ايش اقول بعد كذا يعني، والله ما ادري، بس بوريكم المقاطع ونسوي رياكشن يعني عادي يعني. شو اسوي بعد؟ نصيحه ونصحته، لكن التنمر ما تنمرت عليه بعد يعني، توي ما بديت التنمر. دلوقتي بقى صاحبي هو اللي هيقيم صور BTS من 1 ل10. جاهز دي يا احمد؟ ده جونكوك ماي بايس. ماي بايس؟ ماي بايس فهموني بالله شنو ماي بايس؟ شنو يعني ماي بايس؟ ماي بايس ما بايس، ما ادري بيض، ما ادري بايس، حسبته بيض بالبدايه، يقول ماي بيض ولا شيء كذا، ما ادري والله. معليش السماء كذي. شفت عضلاته؟ في اثبات اكثر من كذا يعني، في اثبات اكثر من كذا انه فوفو بوي. يقول انا ماني فوفو بوي. ليش تفكر بعضلات جينين ما ادري جنقوق؟ ليش تفكر بعضلات رجال مثلك؟ معليش اذا غلطت عليك قلت لك رجال، معليش. صراحه ما راح اكمل المقطع كاملا، المقطع جدا تافه، مقطع جدا سامج، انه يختبر خويه على ما هيز بايظ. الصراحه انا ما ادري البايظ هذا ايش، لكن اتوقع ان شخصيتي المفضله او شيء كذا، اذا ما خاب ظن. انا قاعد الف الحين، وانا اصلا ما عندي اي مشكله مع الكيبوب او فرقه الكيبوب او BTS او موسيقى الكيبوب، لاني ما اهتم ابدا لهم، ولا اهتم لشخصياتهم، ولا اهتم انهم او لا، بس انا اهتم للناس العرب اللي يوصلون مرحله تقديس الشيء اللي يحبونه. مشغل اغنيه خايس وقاعد يرقص عليها مع البنات في البارتي يعني، مثل ما تشوفون يرقص رقص تعبان جدا في المسرح، ما ادري مسرح مدرسه هذا ولا مسرح ايش. ولما تكون يعشق توايس وفجأة يشغلوا أغانيهم في فقرة الراندوم دانس بالحفلة. طبعا حفلات، ويقول أنا مسلم وأعرف شو مدري إيش وأعرف ربنا كويس وأدخل حفلات مع بنات ويا لتس دانس مدري إيش. أقول الله ما استغفر الله، بس استغفر الله، بس ما نقول غير استغفر ربكم، اشتركوا بس، حطوا لايك والاشتراك واستغفر ربك انتوا وياه. نسحب الادمي هذا لانه اصلا في مواضيع اكبر منه يعني، هذا مواضيع تافهه، موضوع هو تافه، هذا انسان مريض عادي يعني، نسحب عليه، انسان مريض والله يشفيه. لكن الموضوع الثاني اللي هو يعني اصعب، اللي هو رفح يا عيال، رفح قاعد تباد، والغزه قاعد تباد بعد، ف ادعوا لهم وان شاء الله ينصرهم يعني. فاقسم بالله شيء يحزن لما تشوف اطفال يموتون وعوائل يموتون وناس قاعدين تموت، والناس ساكتة ما قاعد تسوي أي شيء غير إنها تدعي وتقاطع. هذا الشيء الوحيد اللي تقدر تسويه، هذا جهادك الحين، إنك تقاطع وتدعي لهم يعني. ما تقدر تسوي أي شيء، ما في شيء مفتوح، ما نقدر نروح نحارب، ما نقدر نروح نجاهد. وهذا الشيء يعني تعرفون ليش. يب، وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله ينصرها الغزة يا رب العالمين، ويقوي مجاهدينا يا رب العالمين، وينصرهم على عدوهم وعدونا. وبس والله، كان معكم زدك، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. بيس اوت.